راجل قاعد عند الحلاق بيحلق، فدخل عليهم طفل صغير. المهم الراجل الحلاق قال للراجل اللي بيحلق ده: تعرف ان الولد ده غبي جدا؟ قال له: ازاي يعني؟ قال له: استنى هثبت لك. المهم الراجل الحلاق راح مطلع من جيبه ورقه ب 100 جنيه، وطلع من الجيب التاني ورقه ب 5 جنيه، وقال للولد الطفل: تاخد ال 5 جنيه ولا تاخد ال 100 جنيه؟ الولد قال له: لا طبعا اخد ال 5 جنيه. الراجل فضل يضحك ومبسوط، والولد خد ال 5 جنيه وخرج. بعد شويه الراجل اللي بيحلق ده خلص حلاقه وخرج علشان يمشي، فلقى الولد الطفل قاعد بره وجايب كيس شيبسي وعمال ياكل فيه. فنادى الولد وقال له: خد يا ابني تعالى، انت في السن ده مش عارف الفرق ما بين ال5 جنيه وال100 جنيه؟ قال له: عارف. قال له: امال بتختار الخمسه الاقل ليه؟ قال له: عشان لو اخترت في يوم ال100 جنيه يبقى اللعبه انتهت. بص له كده وقال له: لعبه ايه؟ قال له: ما انا كل يوم بخش عند الراجل ده وهو عنده زبون، وقدام منه هو بيحاول يطلعني غبي، ولكن هو اللي غبي. انا كل يوم باخد منه 5 جنيه مقابل اللعبه اللي هو بيلعبها. الهدف من القصه دي انك ما تحاولش في يوم من الايام انك تستغبى حد او تقلل بقدراته، لان احيانا بيبقى في قدام منك ناس مستغبيين، هم اللي عاملين كده علشان يوصلوا للي هم عايزينه. لو عجبتك القصه اسمعها تاني وفكر فيها. سلام.